احنا عندنا مشروع الخضار دوت والفراخ. كنا ماشيين في الحصرة بالصدفة لقينا العربية، فسألنا قالوا ده بيدوا قروض وبيدوا تمويل، فرحنا سألناهم قالوا احنا بنجيب حاجات يعني تريسيكلا وبنعمل مشاريع، واللي يكون ترزي او كده عايز يعمل مشروع، فاحنا قلنا لهم احنا عايزين نزود المشروع بتاعنا. دخلت قالوا عايزين صور البطايق وعايزين حد يضمنكم وكده، وخدوا الفلوس اللي انتوا عايزينها. كنا بنجيب شويه في التريسيكل، ايوه دلوقتي بنجيب بالعربيه بالاتنين. ما كناش بنجيب كل اللي احنا عايزينه، او يجي الزبون يسال يلاقي حاجه وما يلاقيش التانيه، انت بتبقى قاعد بقى زعلان. طب انا عايز الزبون يدخل يشيل الشيله ويمشي لان ده بيبقى مكسب ليا برضو ان انا اشتغل. ايوه، ما احنا لما لقينا بقى الشغل اشتغل والفلوس زادت، فقلنا بقى نكبر المشروع نفتح ركن منه. هو ده كده نفس المحل، بس احنا حبينا نديهم جزء بقى ونديهم محل الفراخ. والله انا نفسي ان المشروع يكبر اكتر من كده، وما بقاش حتى اصلا ان انت تدخل ما تلاقيش حاجه ناقصه. يعني احنا يوم ما خدنا التمويل من مؤسسه التضامن واشتغلنا، حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى ادانا حاجه حلوه، وسعنا وكبرنا واشتغلنا وكسبنا، وده احسن حاجه